مراجعة عن الخاصية الأسموزية. الأسموزية دي خاصية مميزة لحركة الماء أو المحاليل المركزة اللي بيكون فيها الجزء السائل اللي هو المية. بيكون حركة الماء فيه بيكون من التركيز الأعلى فيه إلى التركيز الأقل للمية. وإن قلت العكس بالعكس فالمية بيكون فيها أملاح، فلو أملاحها خفيفة هتروح للأماكن مكان تركيزه أقل عشان يكون التركيز في الآخر متساوي. وشرط انتقال الماء أو جزيئاتها بيكون عن طريق غشاء شبه منفذ لحد ما يحصل تساوي أو اتزان بين الاتنين. وقلنا إن مش لازم يكون منسوب المية في الناحيتين متساوي، إنما المشروط عندنا إن هو يكون عدد الجزيئات أو التركيز بمصطلح آخر يكون متساوي. فحركة مم. الماء من تركيز مرتفع إلى تركيز أقل يعتبر طبقا للخاصية الأسموزية، ويتحكم فيه ما يسمى بالضغط الأسموزي. الضغط الأسموزي بيكون ناشئ عن إيه؟ عن وجود فرق في تركيز المواد اللي دايبة في المية بتاعتنا على جنب الغشاء، سواء يمين أو شمال أو حسب ما هو الغشاء محطوط زي ما قدامنا كده. وده نموذج تمثيلي كده، حاجة افتراضية لغشاء شبه منفذ. ولاحظوا إن حركة الجزيئات من التركيز الأقل إلى التركيز إيه؟ الأعلى. الآن. خلاص كده، ده مم. الأسموزية. النهاردة بقى هناخد امتصاص الماء خدنا الماء المرة اللي فاتت، كان امتصاص الماء بأحد الطرق الأربعة. النهاردة هيكون امتصاص الأملاح بواحد من ثلاث طرق، أو ممكن كلهم يساعدوا بعض مفيش مشكلة. إنما هو بيكون بحاجة من دول، يعني متطلعش بره. إزاي؟ قلنا الأملاح المعدنية دي بتكون موجودة بنسب كبيرة أو نسب ولا بنسب صغيرة؟ بنسب الأملاح متفاوت. المعدنية. آه، متفاوتة. ما هو كنت قلنا في حاجات في مغذيات كبرى ومغذيات صغرى، صح؟ مم. مم. إنما هنا هنقول بقى إزاي بتتحرك أو بتنتقل، كل حاجة على حسب أهميتها. هنا هنقول ازاي بتنتقل. الانتشار خدناه قبل كده، صح؟ مم. هيتكرر تاني معانا. نفاذية الاختياري نفتكر مع بعض كده كان معناها ايه؟ إن النبات بيختار حاجة معينة بيمتصها. تمام، يبقى قدرة على اختيار أو انتقاء الحاجات اللي تعدي أو ما تعديش من الغشاء بتاعها حسب الحاجة أو حسب الحجم أو فلترة يعني. ثم الحاجة الجديدة علينا اسمها ما يسمى بالنقل ايه؟ النشط. النقل النشط. وقلنا من اسمه نقل نشط، وقلنا المرة اللي فاتت نشط معناه إن هو محتاج طاقة أو يتبذل فيه مجهود، فبالتالي هيحتاج ATP. وهنعرف التفاصيل دلوقتي إن شاء الله. فأول خاصية اللي هي الانتشار أو بيسموها بالإنجليزي ديفيوجن، بتكون فيها الحاجات اللي دايبة في السائل أو المية بتاعتنا، اللي هي المفروض هنا الحاجات الأملاح المعدنية أو الأيونات العناصر، تبدأ تتحرك وتنتقل تنتقل من مكان لمكان. تنتشر يعني بتكون مركزة في مكان وبعد كده تتخفف تتحرك لجميع الأماكن. في حاجات في الأيونات أو العناصر الذايبة دي بنسميها موجبة، ملتهى برمز موجب. وفي حاجات سالبة. الموجبة بيسموها كاتيونات. بيسموها إيه؟ كاتيونات. السالبة بيسموها أنيونات. هي أصلا ترجمة لكلمة إنجليزية. فأي حاجة عليها موجب كده أو زائد معناها إيه؟ كاتيونات، زي الكالسيوم ومين؟ والبوتاسيوم. ده بوتاسيوم وده كالسيوم. خلاص. إنما مم. السالبة ده كبريت، نترات، نيتريت، وكلور، يعني الكلور السالب. دي مجرد أمثلة بس. إيه اللي هيحصل؟ حد دي يبقى في المية تنتشر من محلول التربة اللي هي تركيزها فين؟ أعلى. تركيز بره بيكون في التربة إيه؟ أعلى من النبات. مم. تتحرك لحد ما توصل داخل الجدران الثلوثية. حركة مستمرة لحركة الأيونات دي لحد ما النبات يمتصها أو تتحرك. زي ما كنا حاطين هناك نقطة الحبر حطيناها في مية، هنا نفس الكلام، بس العكس بقى. نقطة الحبر دي
نعتبرها هنا الأيونات أو العناصر بتاعتنا اللي دايبة في التربة، وتركيزها بره بيكون أقل لحد ما تدخل جوه إيه النبات. تمام. مم. وهنا مثال يقول لك مش شرط إن هما كلهم بيدخلوا، لأ، ساعات بيحصل تبادل عبر أغشاء الخلية. فساعات بيحصل إن أيون الصوديوم يدخل يخرج، الصوديوم يطلع بره، لو أنا مش محتاجه وأدخل مكانه مين؟ البوتاسيوم، زي عملية تبادل كده. تمام. 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 من ضمن الأمثلة أو التطبيقات الحياتية على الموضوع ده بتكون إيه؟ بيقول لك لو أنت مثلا جايب خضار أو فاكهة أو حاجة من بره وخايف تكون مرشوشة بمبيدات حشرية أو حاجة مش نظيفة، فتعمل إيه؟ تاخدها تنقعها في محلول ملح مخفف، أو تحطها في المية وتسيبها في محلول سكري خفيف برضه، تسيبها 10 دقايق. عن طريق الخاصية دي التركيز الأعلى هيكون فين؟ في الفاكهة والخضار بتاعك. التركيز مم. الأقل هيكون فين؟ في المية. فيحصل بقى الانتشار ده بالعكس، هيطلع بره، الحاجات اللي هي مش كويسة مش محتاجة تطلع بره وهتدوب في المية، وبالتالي كده أكن أنا نضفتها وغسلتها غسلة كويس. تمام. مم. من غير ما أبذل أي مجهود، إما محلول ملح مخفف، أو تحط الفاكهة في محلول سكري إيه مخفف. ماشي. ليه تمام. الفاكهة محلول سكري مخفف؟ لأن معظم الفاكهة في الغالب بتكون إيه مسكرة يعني، فيبقى الوسط قريب من بعضه، فيبدأ يحصل عملية الانتشار بتاعتها. تمام. أو يحصل تأين، بيطلع عندي جزء الكاتيونات اللي هي الموجبة وجزء الأنيونات اللي هي السالبة. تمام كده. مم. كده خلصنا أول خاصية، لكن اسمها إيه؟ الانتشار. الانتشار. ننتقل للخاصية الأخرى اللي هي خاصية النفاذية الاختيارية، أو بيسموها السلكتيف permeability، يعني بيختار الحاجة اللي بتعدي أو متعديش. وده بيكون إزاي؟ حسب حجم الأيونات أو تركيزها أو شحنتها. يبقى الفلترة هنا بتتم عن طريق كام حاجة؟ حجمها وتركيزها وشحنتها. ممكن تلاتة مع بعض، وممكن كل حاجة ثانية بس لوحدها عادي. تمام. مم. ماشي. تمام. الانتقال ده بيتم عن طريق الغشاء البلازمي، اللي هو يعتبر مثال لغشاء شبه منفذ. قلنا شبه منفذ عشان هو بيسمح أو بيختار مرور بعض الأيونات، ولا يسمح بمرور الأيونات الأخرى. تمام. مم. تمام. آخر خاصية واللي هتكون لسه جديدة علينا، أول مرة ناخدها، قلنا اسمها خاصية النقط النشط. فساعات أصلا بتكون بقى مش زي ما قلنا من شوية الأيونات موجودة في التربة، لأ، أيونات قليلة في التربة لكن محتاجها عشان إيه؟ أخدها جوه. فعشان أعكسها أو أخدها عكس التركيز لازم محتاج طاقة، أو بيسموه النقل النشط. هو زي ما نقرأ مع بعض كده بيقول إن هي بتكون محتاجة عشان تتنقل عكس التركيز، لأن تركيزها بره قليل وتركيزها جوه النبات عالي، ومع ذلك هو محتاجها، فبالتالي محتاج طاقة كيميائية عشان تجبر الإيونات دي لا تنتشر أو تتحرك عكس التركيز، فتطلع من التركيز المنخفض اللي هو موجود في التربة إلى التركيز العالي اللي موجود جوه النبات. وبنسمي الموضوع ده اسمه إيه؟ النقص النشط. ماشي؟ مم. طيب، عشان يثبتوا الكلام ده عملوا تجربة، تحلب اسمه النيتيلا، مش النيتيلا اللي احنا بناكلها، النيتيلا. تمام. مم. فرقة اليو بس. الطحلب ده بيعيش في البرك. عشان يثبتوا حدوث عملية النقل النشط عملوا إيه؟ قاسوا قاسوا كمية أو تركيز الأيونات الموجودة في العصير الخلوي بتاعه وفي البركة، لقوا إن تركيز الأيونات المختلفة في العصير بتاعته أعلى من مية البركة. تمام. مم. مما من الطبيعي لو أنا عايز حاجة من البركة محتاج إيه تتنقل عكس التركيز، وإنما ما تتنقل عكس التركيز محتاج طاقة وسميها نقل نشط. مم. طيب. بعد شوية، يعني بص كده هنا في الصورة في الرسم، ده تركيز أيون الصوديوم مثلا. اتفاجئوا من مم. تركيز أيون الصوديوم جوه البركة أقل من إيه؟ جوه الطحلب اللي هو الأحمر. البوتاسيوم كذلك، مع ذلك اللي هو إيه؟ بيشفطوا بزيادة، يعني كل شوية بياخد مش بيرجع. المفروض الطبيعي يحصل إيه؟ لما هما يكونوا متساويين، أو يكون في الأعلى فين؟ في البركة أو في المية اللي هي معانا، صح؟ مم. طيب، أما قاسوا التركيز اكتشفوا إن هو تركيز الأيونات دي أكتر من إيه؟
من البرك، مما يؤكد إن الأيونات دي تمتص اختيارين حسب احتياج الخلية واحتياج الطحلب ده، عشان إيه يؤدي وظائف معينة أو هدف معين، سبحان الله، عكس التركيز. تمام. مم. بس كده، دي كانت تجربة عشان تثبت حدوث عملية النقل النشط. نحاول نجاوب الأسئلة دي مع بعض. مم. ماشي. اقرأ كده. رسم الميال المقابل يوضح تركيز الأيون X والأيون Y لعناصر يحتاجها النبات في التربة وداخل الشعيرة الجذرية. ما الظواهر الفيزيائية التي تؤدي لانتقال الأيون X و Y على الترتيب؟ مم. مين أعلى في التربة؟ الأيون إكس. الأيون واي الواي. صح؟ واي. مين مم. أقل؟ الأيون إكس. مم. طبعا عشان الواي من تركيز أعلى تركيز إيه؟ أقل. ده اسمه إيه؟ أقل. مم. النقل النشط. لا ده كده عادي، دي العادي إن هو من الكبير للصغير. زي نقطة الحبر اتحطت في المية، إيه اللي حصل؟ انتشر. مم. ثم عندك الإكس هنا تركيزه قليل في التربة وتركيزه عالي بره، هيكون إيه؟ تركيزه قليل في التربة وتركيزه عالي جوه الشعر الجذرية، عشان انقله محتاج هنا إيه بقى؟ نقل نشط. مم. لأنه بالعكس، يبقى يختار عندنا ب ولا ج؟ مش فاهمة دي. نقول تاني. التركيز عندنا واي عالي في التربة، مم. وفي جوه الشعيرة الجذرية قليل. مم. يبقى كده ينتقل ازاي من الأعلى للأقل؟ دي حاجة. ما اقدرش أحدد الجزء التاني غير ما أعرف بقى المادة التانية. إكس بره قليل وجوه كبير، مين اللي بيحصل معانا كده غير في النقطة النشط؟ إن هو عكس التركيز، مادام في التربة قليل وفي جوه أكتر، وبرضه يعني النقل بيستمر أو الحركة بتستمر، معناه إن هو بيتنقل بطاقة، عكس التركيز زي ما احنا قلنا من شوية. زي الطحلب اللي كان فوق، ما كانت البركة تركيزها أقل ولا أعلى؟ تركيز البركة هنا اللي هو الأزرق، مم. تركيز الطحلب كان مين؟ أعلى. ده الأحمر. كان مم. يمثل حدوث عملية إيه؟ النقل النشط. التربة هنا قليلة أهي، داخل الشعيرة الجذرية معناها جوه النبات، مين فيهم الأعلى؟ ده. مم. يبقى يختار أنهي اختيار؟ سواء ال X و Y. نعيد تاني. ثانية واحدة. إنه هقول لك أصلا. هو قال إكس ووحش على الترتيب. مم. إكس هنا بتعلى. مم. بتاعل، يبقى دي تعتبر إيه؟ نقطة نشط. النقل نشط. مم. واي متركزة الأعلى الأقل، يعني بتقل، يعني نكون إيه؟ من X ل Y من الأعلى للأقل. تبقى إيه؟ يبقى انتشار. بس كده مقاومة. خلاص. مم. خلص. إذا علمت أن إكس وواي وزد تعبر عن تركيزات مختلفة لأيونات البوتاسيوم، فإذا كان تركيز البوتاسيوم داخل الطحلب نيتيلا واي يساوي واي، مم. وكانت واي أكبر من زد وإكس أكبر من واي، يبقى الوقت تركيبنا إكس واي زد. صح كده؟
مم. مم. فما هو تركيز أيونات البوتاسيوم إذا أعلنت أن امتصاص الطحلب يتطلب طاقة؟ مين بقى أنت، مين اللي هيتطلب طاقة بدول كلهم؟ الأقل. الأقل. إن هو يكون الزد. مين؟ زد. بس. خليتي أسئلة من دي ولا أول مرة تشوفي؟ لا، حلت. مم؟ حلتش. طيب، نحل أول كام سؤال مع بعض. بما تتميز المواد الغذائية التي يتم بناءها داخل النبات الأخضر. فإن النبات الأخضر بيصنع غذاءه من مواد بسيطة مم. ومنخفضة الطاقة. معقدة التركيب، فهيبقى معانا جيم وباء. مم. وعالية الطاقة. يبقى جيم. ناخد بس كده. وده كان سؤال في اسكندرية. إيه الشكل دي؟ نبات واحد ونبات اتنين، ده الحامول ويسموه الهالوك. واحد عاقل والتاني إيه؟ طفيل. خلاص. مين الأساسي مم. بتاعنا؟ واحد. اللي في الجذر. مم. مين بالنسبة لنا التاني اللي مش كويس، اللي هو رقم اتنين؟ فأنهي اختيار مم. ينفع معانا؟ ألف. ألف. دي دان البهرسة دي، أما أشوفها أعرف إن هي إيه؟ طفيل. عملية مم. تطفل. تتغذى وتعيش داخل وريد الكبد البابي، يعني حاجة بتعيش على تطفل أي حاجة جاهزة، فتنتمي إلى إيه؟ طفيلية. طفيلية. طب هي ما ينفعش أكل لحوم عشان ما نتكلمش عن اللحوم. ذات التغذية مم. لأ، عشان هي تتغذى على إيه؟ حاجة جاهزة. روميات مش بتعيش على باقي الأكل. طب أي الكائنات مم. التالية يختلف في طريقة التغذية بتاعته؟ عفن الخبز. مثلا اشمعنى؟ عشان رمي. عشان رومي، والباقي كله بيعتمد على غيره فين؟ التغذية. مم. الجدول ذات عضو. مم. الجدول التالي يوضح ثلاث كائنات في الحصول على غذاء. س مم. بياخد حاجاته من التربة، مواد بسيطة حوالي مواد إيه؟ عضوية معقدة. صاد بيعيش داخل القناة الهضمية لكائن آخر ويستمد منه غذاء، معناه إنه إيه؟ طفيل. غير متطفل. ده ذاتي التغذية، ممكن نعتبره نبات مثلا أو حياة أولية. الكائن مم. عام يعيش معتمدا على بقايا تحرك كائنات متحللة، ده معناه إيه؟ رمي. رمي. مم. هيبقى جيم. جيم. ليه جيم؟ أواني نبات الذرة عشان. بيصنع غذاءه بنفسه، فتريسكيرة الذرة مم. ده متطفلة. الفطر بالنسبة لنا هو أنسب حاجة للاختيارات، اللي هو الإيه؟ الرمي. تمام. مم. السؤال رقم ستة. أي أي مما يلي يميز خلية الشعيرة الجذرية عن باقي الخلايا. مم. زيادة مساحة السطح. تمام، ليه ما ينفعش الباقي؟ عشان موجودة في باقي الخلايا. هو الخلية النباتية عادي، هي كان المميز فيها إن هي ممتدة أو حصل لها استطالة، فاكرها؟ مم. عشان كده إن مساحة هو سطحها كبيرة. بتطول. مم. اه، زي ما الرسمة هنا موجودة. فإيه الشعاعات الجذرية لها قدرة على امتصاص الماء من التربة؟ اتنين. اشمعنى؟ عشان اللي هي فيها فراغ أكتر فتقدر تمتص المية. مش فكرة فراغ، الفكرة إن هي جدار رقيق، مم. ثم ده تعتبر فجوة نوعها إيه؟ عصارية كبير. مم. مم. غير دي مساحتها صغننة اللي هنا، غير دي مفيش فيها فجوة أصلا، فبالتالي مفيش ضغط. الفجوة العصارية مهمة في تحويل في إيجاد الضغط الأسموزي. رقم 8. أي ما يلي
الذي ليس له علاقة بملائمة الشعيرة الجذرية لوظيفتها في امتصاص الماء الفاضل. مم. هنستبعد دال وجيم. الغريب عندنا وجود هنا أعداد كبيرة من الميتوكوندريا. ملهاش قيمة، المعلومات كلها بتبقى موجودة تحت مم. التربة ليه؟ لا، أول وإيه مرة أشوفها. وإيه علاقتها بامتصاص المية؟ الميتوكوندريا في الغالب بتكون امتصاص أو بتساعد في امتصاص الطاقة أو تحويل الطاقة، يعني مصنع الطاقة. مم. طيب، السؤال بقى اللي جاني في امتصاص الماء. ندرس الشكل البياني المقابل الذي يوضح أيونات بعض العناصر في التربة وخلايا الشعيرات الجذرية لنبات ما. أي العناصر الأكثر امتصاصا بخاصية الانتشار؟ مم. مم. سر انتشار معناها إيه؟ رقم إيه؟ رقم 2. هي رقم اتنين، لأن الانتشار بيقول إن هو من تركيز أعلى من تركيز إيه؟ أقل. أقل. مم. هو ده. طيب، أي المواد التالية لها القدرة على العبور عبر الأغشية بلازمية الخلايا؟ ثواني. صفحة. عينات الكالسيوم. أيونات الكالسيوم تقدر تعدي عن طريق النفاذية الاختيارية. النشا حجمها مم. كبير فلا يمكن مم. العبور. الجلايكوجين حجمه كبير فلا يمكن العبور. البروتين كذلك حجمه كبير. احنا قلنا آلية الفلترة عندنا كام حاجة؟ ثلاثة: الكالسيوم. الحجم مم. والتركيز والكمية. مم. البروتين حجمه في العادي كبير عشان كده مقدرش يعدي من الخروم الصغيرة. عشان يعدي بيعدي بطريقة معينة كده، مش داعي ذكرها دلوقتي. الجلايكوجين كذلك حجمه كبير، بقى بوليمر كبير فمقدرش يتحرك، وأخوه النشا. مم. إنما اللي يقدر يعدي بسهولة مين؟ أيونات اللي احنا قلناها من شوية، الأنيونات والكاتيونات. لأن هو مم. أصلا ساعات بتكون مكونات الغشاء نفسه أو بتتحرك بحرية. دي الحاجات تبقى دايما جوه مم. المية. فده كان سؤال في كفر البطيخة في دمياط، مش بعيد علينا مم. يعني. فهمت جاي منين؟ مم. إن الباقيين كبار نسبيا فعبورهم صعب، أو ما بيعبرش بطريقة سهلة، يعني بيعبر بطرق غير تقليدية غير اللي احنا درسناها. فبالتالي اللي هتفضل معانا هي الأيونات الكالسيوم أو الأيونات. أي حاجة بقى، كالسيوم بوتاسيوم صوديوم أي حاجة، دي اللي تقدر تعدي بسهولة. تمام؟ مم. طيب، السؤال ده لو جاوبتيه يبقى أنت فهمتي. خلية نباتية تم وضعها في محلول فاكتسبت الماء منه بالخاصية الأسموزية. أي ما يلي يميز التركيز العصير الحلوي في كل من الخلية والمحلول. الخلية أخدت من المحلول بالخاصية اسموزي. مم. اسموزي دي معناها من تركيز إيه لإيه؟ عالي لتركيز منخفض. في إيه؟ مم. ماشي، خدنا المية أهو، يبقى المية تعدي من مين لمين؟ من العالي للمنخفض. ما دام مم. الخلية خدت يعني كبرت في الحجم وانتفخت. مم. يبقى من تركيز الخلية كان صغير ولا كبير؟ صغير. تمام. عشان يحصل فيه تغيير هي يبقى ده خلاص إيه؟ اتكنسل صح كده؟ مم. لأنه متساويين. وده مقلوب فما تنفعش. يتبقى عندي مين ومين؟ مم. الألف ودال. هنختار على أي أساس بقى؟ من الأقل للأعلى فهتبقى دال. هما الاتنين ينفعهم، لكن وجود الفرق هنا في التركيز من 5 ل7، 2 ل5 كام؟ 2 ل7، 5. مم. وهنا فرق 2، فبالتالي الضغط الأسموزي هيكون في مين أعلى؟
بدل. يدل عشان ارتفاع الضغط بيكون متأثر بالتركيز، ضغط الأسموزي. يبقى الأنسب هنا هي مين؟ هي ده. ب. تمام. مم. نجاوب آخر سؤال. شكل المقابل يمثل 4 خلايا متجاورة تحتوي على تركيزات مختلفة للسكر، أي مما يلي يمثل حركة انتقال الماء بالخاصية الأسموزية. أنهي واحد؟ مم. ناخدهم بالترتيب من واحد إلى هن. اتنين. مم. وارد، ينفع. مم. طيب من اتنين والاتنين إلى ل3 تلاتة. لأ، مستبعدة. لا ينفع برضه، مش هو مشكلة. ماء تركيز. هو عالي أهو، 3 لواحد. مم. طب كمل. من 3 إلى 4 ينفع. 3. طب من 4 لواحد ما تنفعش، عشان من نص ل5% ده مش تركيز أسموزي. طب مم. احنا بقى هنا زي ما قلنا فوق، عشان نحلها هنشوف ايه الفرق في التركيز، اللي هو ضغط الأوشنطون وضغط الأسموزي أكبر، فبالتالي ايه يتحرك الماء أسهل أو أسرع. مين بقى في فرق أسموزي أكتر؟ هنا في فرق واحد وهنا من في فرق 1 كام؟ ل4. من 1 ل4. هو مفيش 1 ل4، احنا اختيار قدامنا. من 4 ل1. من 4 لواحد دي ما تنفعش، إحنا قلنا دي لا، مستبعدة أصلا. في ضغط شديد بينهم. الكلام ده لما يكون من 1 ل4، إنما هنا الاختيار بيقولوا من 4 لواحد معكوسة. مم. الاختيار معكوس أصلا، من 4 إلى 1 مش من 1 إلى 4. مم. 4 دي إيه؟ مستبعد. جيم. من 3 إلى 4 الفرق بينهم نص، ضغط الأسموزي مش عالي. أعلى فرق في الضغط الأسموزي من 1 إلى 2، زي ما حلنا اللي قبلها، اللي هو الفرق مم. 2%. مم. تمام. تمام. من هنا بقى تبقى تكملي ده بداية الحل بتاعك، ده الواجب. الدرس كله تمام. هيتذاكر على بعضه، نبدأ نحل. ماشي. تمام. مم.